كانت سألت عن مسألة السفر للعمرة والمحرم. لازم محرم. المرأة في السفر يا إخوة يا أخواتي، بلاش يا إخوة يا أخواتي، المرأة في السفر مظنة الضعف، حتى لو سفر بالطيارة في الدرجة الأولى الفاخرة والفنادق، إنما هي مسافرة وليست في مكانها، فعادة ما تحتاج أن تسأل عن شيء، فإذا ما سألت وأرادت أن تأخذ الجواب فتكسرت أكثر أو لكي تنجح علاقاتها، هذا الضعف في السفر يجعلها دائما مطمعا، ويستطيع إنسان أن يستفيد بهذا ولو للمؤانسة. لذلك السفر ولو للعمرة، بل بعض الفقهاء يرى أنه حتى في حج الفريضة فالسفر لا بد من محرم وهو أعظم أجرا، إنما مسألة السفر بدون محرم الحقيقة مسألة شديدة جدا. ولقد رأيت من تسافر من القاهرة إلى اسكندرية مسافة تاخد 2 أو 3 ساعات فقط، ولكن فقط كاوتش السيارة ينام في الطريق، العجلة اللي بيسموها الدواليب أظن في بعض البلاد أو شيء، فيعني ضعفها وكذا، فيقف حد لا غير لك السيارة، ويكون مجرد المؤانسة وهي وحدها. لذلك لابد من محرم في السفر، لابد من محرم في السفر، لابد من محرم في السفر، سواء كان هذا السفر للعمرة ولو أول مرة، أو كان للعمل، أو كان لأي شيء آخر.